في وسط ما كنت قاعد باكل كحك وبسكوت احتفالا بمرور اليوم من 91 تقريبا على عيد الفطر، الاقي هجوم وكشف للمؤامرات الصهيو امريكيه اللي بيعملها فيلم اسد على الحضاره المصريه، وهوب بلاقي هجوم عنيف على فيلم الست اللي موجه له اتهامات بتشويه سمعه وشكل ام كلثوم. عشان ما تبقاش فيه ام كلثوم، عشان نفضي الساحه لتجار الهلس. لما تطلع وتحط في ذهنه ان ام كلثوم دي كانت كذا وكذا 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 وتحاول تشوهه بانتاج خارجي. انا معاك ان الميك اب ده تشويه، بس يعني ما تضايقهاش. وقد ايه بقى ان الفيلم ده فاشل وكل البهارات والحاجات دي. الاغرب ان اللي بيقول على الفيلم ده كارثه بيكون فعلا لسه ما شافوش. الناس بقت تصدر احكام مسبقه زي الفيلم ده هادم او خادش للحياه، زي ما انت حابب تقول يعني الفيلم ده هينجح عشان بطوله فلان او هيفشل عشان بطوله علان. والغريب بقى ان الظاهره دي مش حديثه على السينما المصريه، وكمان مش بادئه مع ظهور او هيمنه السوشيال ميديا زي ما انت متخيل. دي حاجه موجوده من زمان وكمان بره في هوليوود، وكل مره بيحصل نفس السيناريو تقريبا. طب انت يا سيف عايز توصل لايه؟ انا عايز الكل يهتم بيا واقول انا ما بقتش حمل ثقافه الاراء في السينما المصريه. ايه انا طويل؟ انا ما بقتش حمل الاراء في السينما. اول حاجه محتاجين نخلينا على النور كده. انا مش جاي اقول لك ان الجمهور غلط، ومش جاي اقول لك برضو ان النقاد طول عمرهم صح، او ان حتى اي فيلم تهاجم يعتبر تحفه سينمائيه، لان فعلا في افلام بنت 60 في 70 ما تستاهلش حتى انك تشوفها. اللي يهمني هو النقد، بالذات اللي بيكون قبل الفيلم وقبل ما تتفرج عليها، واخد لي بالك؟ النقد اللي بيتعامل مع العمل بنوع من الشخصنه. فتعال نرجع مع بعض ورا شويه ل 2009 مع نزول الفيلم الملحمي ابراهيم الابيض، اللي هو عباره عن قصه حب في حي شعبي يحكمه السلاح الابيض. ومعروفه يعني ما دام دي بقصه متوقع يكون في عنف في الفيلم، وبدات موجه ضده باتهامه انه بيشوه سمعه الاحياء الشعبيه في مصر، وان هو اللي ابتدى موضه البلطجه وتاثيرها على المجتمع، وكأن يعني المجتمع مستني ابراهيم الابيض يجي يعلمه ازاي يبلطج. في حين ان كان عندنا اطفال وانا منهم كل خميس وجمعه نقعد نلعب جاتا ونمارس فيها كل اشكال العنف والبلطجه. واللي يضحك ان نفس المجتمع اللي هاجمه هو دلوقتي اللي بقى يشوف فيلم عباره عن تحفه سينمائيه، والفيلم كده كده نزل خلاص، مش هو اللي اتغير. انما اللي اتغير هو طريقه نظر الناس للفيلم. وده مش معناه ان الجمهور زمان كان غبي او ان الجمهور بتاع دلوقتي هو اذكى، لكن معناه ان تقييمنا للفن بيتاثر بالسياق اللي بنشوفه فيه. وبرغم ان كل الاتهامات الموجهه لكل الافلام دي بتكون مختلفه عن بعض، الا ان الطريقه واحده. قبل ما الناس بتناقش الفيلم بتناقش الانطباع والتاثير اللي ممكن يحصل على المجتمع. هو لسه ما حصلش، وبرضه ده مش معناه ان الفن ملوش تاثير على المجتمع، والا ما كناش اصلا بنتخانق في الحته دي. وقد تحاول تتصيد لي وتقول لي مخرج فيلم الست هو نفس مخرج ابراهيم الابيض، يمكن الراجل اللي بيحب اثاره الجدل. هقول لك حتى لو افترضنا ده، فده ما بيجاوبش على السؤال الاساسي بتاعنا: هل الفيلم فعلا كويس ولا الفيلم وحش؟ لان في اغلب الخناقات دي هتلاقي كل حاجه بادئه من اي حاجه حوالين الفيلم، وياتي الفيلم في المرتبه الاخيره: المخرج وتصريحاته، المؤلف وتصريحاته، الممثل وتصرفاته، رايه في لعيب كوره او ماتش لازم الامر يعني، واخر معطى في المعادله دي كلها بيبقى الفيلم. وكده رجعنا تاني نتكلم عن الاشخاص، وصلنا الفيلم لوحده مهمش. وفي رايي الموضوع ده ليه اكتر من سبب. في 2018 تحديدا في مدينه كييف الاوكرانيه، في حدث نهائي دوري الابطال بين ليفربول وريال مدريد، في لقطه شهيره في نص الملعب بيحصل مواجهه بدنيه على الكوره ما بين صلاح وسيرجيو راموس، وقام راموس بحركه خبيثه كده واخد ايد صلاح معاه تحت باطه ووقع بيه. طبعا صلاح اتصاب وخرج بيعيط، وكانت لقطه مؤثره جدا بالنسبه للشعب المصري كله، واعتقد جماهير ليفربول كمان. والناس انقسمت لرايين: مشجعين ليفربول والمصريين والعرب عامه شافوا ان اللقطه دي مقصوده من راموس اللي عنده خلفيه تاريخيه في العنف في الملعب وايذاء الخصوم والكروت اللي بيسلك بيها اسنانه كل اسبوع تقريبا في الليجا يعني. وعلى الجانب الاخر مشجعين ريال مدريد شايفين ان ده والله تصعيد امور، يعني هو صلاح اللي بدا يحط ايديه في ايد راموس وده مجرد حظ وحش، الاثنين وقعوا واحد بس هو اللي اتصاب. وده اللي بيسميه علماء النفس ظاهره الانحياز التاكيدي. كل المشجعين دول شافوا نفس المشهد، ولكن فسروه بطريقه تدعم انتماءاتهم، ميولهم واحكامهم المسبقه على الاشخاص. وده تقريبا نفس اللي حصل مع فيلم اسد. انت كمتفرج كنت بتلوم محمد رمضان زمان لما عمل افلام على شاكله عبد موته والالماني وقلب الاسد، واللي هي محاوله من المنتجين والمؤلفين مش من محمد رمضان نفسه ان هو يكون احمد السقا في ابراهيم الابيض. قلت ان اكيد الشخص ده عمره ما يقدم حاجه فيها فن حقيقي للمجتمع، وهيظل يعمل مسلسل كل رمضان يطلع فيه بدور الاب ودور الابن ويتحبس ويطلع ينتقم من قرايبه او اخواته ايا كان يعني، ويعيط له دمعتين في المسلسل، ولو امكن يعني في اغنيه لاحمد سعد يكون تمام. والناس كرهت فيلم اسد لمجرد بس ان بطله محمد رمضان، اللي هم عندهم عليه شويه احكام مسبقه زي راموس والهبل بقى بتاع الافرو سنتريك والكلام ده. الناس اصلا بتتكلم عن فيلم تاني ما حصلش.
سبب تاني عندنا زي الضجه والهايب اللي بيبقوا حوالين الفيلم، زي مثلا ما حصل مع فيلم الست، انه فيلم بيحكي عن سيره ذاتيه لشخصيه مؤثره في تاريخ مصر ومع كم هائل من نجوم كتير قوي في ادوار رئيسيه وادوار شرفيه. كل ده بنى زخم ضخم جدا على الفيلم، وكل ده برضو اتهد تاني لما شفنا شكل منى زكي في الفيلم بالميك اب الغريب اللي كانت عاملاه ده، ويتبعه موقف للممثله في العرض الاول للفيلم واللي هي بصراحه حره فيه، احنا مالناش دخل في ده. كل ده حول الضجه اللي كانت حوالين الفيلم لهجوم شديد عليه. وقلت لنفسي قبل ما اقول ان الفيلم ده حلو او وحش انا لازم اخش احكم بنفسي. دخلت الفيلم وانا موطي سقف توقعاتي على الاخر يعني، لكن خرجت برايي مغاير تماما. ويا جماعه الفيلم الفيلم كان حلو، وكمان انا مديله 4.5 نجوم من 5 على الليتر بوكس، وشيرت ده عندي على الانستجرام، لو مش عندي بالمناسبه راح اعمل لي فولو. في ناس قالوا لي متاكد انك الفيلم ده عجبك، قمت انا فارد ظهري ورحت مطلع كراستي وحضرت كم الافكار وكم الحاجات اللي عجبتني في الفيلم. ولما جيت اتناقش انا معاك ان شكل الشخصيه وحش، وان ده بيفرق في افلام السير الذاتيه، بس يعني تقريبا دي مشكله الفيلم الوحيده. سبب كمان في اللي بيحصل ده كله انك ما تفرقش بين ان الفيلم ده وحش او ان الفيلم ده مش عاجبك، لان في كتير بيخلطوا ما بين ده وده، وانا كنت كده في فتره ما. انا مثلا ما بحبش الافلام الموسيقيه على غرار لا لا لاند وجوكر 2 مثلا، ومش ذوقي، ومع ذلك الفيلم الوحيد اللي بلعت ان انا اشوفه شويه كان لا لا لاند وانبسطت بيه والله، كانت تجربه حلوه. كل ده بيحصل في مصر وفي بره مصر وفي اي حته في العالم. افلام زي 7 وبليد رانر مثلا لما نزلوا اتهاجموا هجوم شديد جدا، بس زي ما انت شايف النهارده بقوا من كلاسيكيات السينما. وقعدت افكر واقول لو احنا فعلا عايزين ثقافه نقد افضل، يا ترى ايه الخطوات والحاجات اللي محتاجين نعملها؟ فاحب اقول لك النصائح ال5 اللي بفكر نفسي بيهم قبل ما اشوف اي فيلم. اول حاجه، شوف الفيلم، لازم تشوف الفيلم. تاني حاجة، مش لازم تفصل الفيلم عن الصانعين بتوعه، لكن لازم تعرف انت بتحكم على ايه. من حقك تقاطع، ومن حقك ترفض، ومن حقك ترفض انك تدعم فنان معين او تختلف اخلاقيا معاه، بس ما تحاولش موقفك الاخلاقي لحكم فني. تالت حاجة تاني، فرق بين الفيلم مش ذوقك او ان الفيلم وحش. ورابعا، ناقش اسباب رأيك، ايه اللي خلى رأيي يوصل للنقطة دي. وخامسا واخر حاجة، اقبل ان غيرك ممكن يشوف الفيلم بعين مختلفة ويفسره بتفسير مختلف عنك تماما، لان السينما في النهاية هي مش مسألة حسابية وما فيهاش اجابة نموذجية واحدة. اللي يعجبك مش شرط يعجبني وانا كذلك، ولكن بمنطق، مش نمشي مع التيار وخلاص. ولو كل الناس اتفقت على كل حاجة فاعتقد ان وقتها هتكون السينما مملة قوي. كده كده السينما بتعيش وبتتطور بسبب اختلاف الاراء ده. فعايزك المرة الجاية اللي تشوف بوست بيقول ان الفيلم ده هيضر المجتمع بشكل كبير، او ان الفيلم ده اعظم فيلم اتعمل في التاريخ، افتكر ان هم بيطلبوا منك نفس الحاجه. ما تفكرش بنفسك، يمكن الفيلم يطلع تحفه ويمكن يطلع كارثه، لكن في الحالتين رايك الحقيقي بيكون بعد ما تترفع كلمه النهايه على الشاشه.